لاحظت بلي التزاد ديالو طويل، وقلت في راسي علاش ما نديرش هكاك. انا مازال ما مزوجاش وكبرت في العمر، ارى من نستوجع وندير هكا حتى يجي الوقت ديالي ونتزوج. بصراحة جلست قدام الحمار وهو كان فرحان، حيت كنت كنعطيه الماكلة كل نهار وكنتهلا فيه. خديت البلان الطويل ديالو وبديت كنستعملو، حتى لاحظت بلي نزل حليب كتير وكان فرحان. السلام عليكم يا أحسن متابعين في القناة ديالكم. اليوم غادي نقدم لكم أروع القصص، فما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كتبدا مولاة قصة وتعاود وبتقول: أنا درية من العروبية ومن عائلة فلاحين، عايشة مع بابا وماما، عندي 30 عام. كل خوتي تزوجوا وأنا اللي بقيت جالسة مع بابا وماما بوحدي. مازال النصيب ما جاش، واخا طلبوني عرسان بزاف، ولكن لحد الساعة ما كاينش نصيب. طبعا كل شي بيد الله. أنا بصراحة كنعاون بابا وماما في الدار، كنسيق الدار ونطيب الماكلة ونقابلهم حيت كبروا في السن. وعندنا في الدار حوايج بسيطين زي تربية الحيوانات الصغيرة، عندنا كبش صغير وحمار صغير، وبابا كياخد الحمار كل نهار باش يجيب الخضرة من السويقة ويرجعها في الكروسة ديالو. كاين تاني عندنا بقرة صغيرة وعجل كنربيوهم، ولما يكبروا شوية بنبيعوا منهم ونعيشوا من الحليب ديالهم. في واحد النهار وانا كيف ديما كنقي زريبة ديال الحيوانات، دخلت عندهم باش نعطيهم الماكلة. الحيوانات هناك كيبغيوني بزاف وانا كنبغيهم تا انا. فاش كندخل عندهم كنعطيهم الماكلة ونطبطب عليهم. الحمار كندير يدي على ظهره ونطبطب عليه، وانا اللي كنحلب البقرة كل نهار، كنجيب منها الحليب ونغسلها. في واحد النهار فقت ولقيت راسي دخلت للزريبة وقلت لنفسي: يا ترى انا كبرت هكا علاش؟ عندي 30 عام ومازال ما تزوجتش، شهوتي نعيش حياة زوينة ويفرح قلبي ويكون معايا راجل كيف فارس أحلامي. نتصور شخص طويل وعريض ولد الناس يوقف معايا في الدنيا ويكون شريكي، هذا هو اللي كنسرح به. دخلت للزريبة باش نقيها ولقيت الجاموسة كابسة، قعدت نطبطب عليها وحلبت منها الحليب. هاد الحليب كل نهار كنبيعوه باش نترزقوا منه، وعادة بابا وماما كيشربوا منه. كنت شادة الحليب وفجأة سمعت الحمار كينوح بصوت عالي. قلت ليه: مالك؟ أشنو زعجك؟ دارت عيني لقيتو كابس كيف العادة والماكلة قدامه، يعني ما عندوش شي سبب. حطيت يدي على ظهره وطبطبت عليه، وفجأة شفت حاجة غريبة. شفت حوايج مدلتلين منه وطوال هكاك، وقلت: أشنو هذا؟ تفاجأت بالحجم الكبير ديال دوك الحوايج، ومع ذلك أنا كنبغيه وهو تا هو كيبغيني. متألف معايا حيت كنعطيه الماكلة كل نهار، هو وباقي الحيوانات. شفت فيه تاني ولقيت الجسم ديالو من التحت كبير وطويل وعريض. طبعا هذا حمار، ما فهم والو، يقدر يضرني ولا يقصحني ولا يضربني برجلو، ولكن هو متألف معايا بزاف حيت كل نهار كنقي بلاصتو وكنوكلو وكنتهلا فيه. المهم نقيت السريبة وشفت فيه وقلت في نفسي: أشنو كاين تاني؟ بغيت نجيب ليه الماكلة ولكن كنت مشغولة وما عارفاش. قلت هاد الحيوان ما غاديش يفهم ويقدر يأذيني. فخديت الحليب وخرجت من الزريبة ودخلت للدار باش نسخن الحليب للوالد والوالدة ونعطيه ليهم. قعدت نفكر ولقيت راسي مشغولة، وفجأة لاحظت بلي أنا ما تزوجتش مازال، وكان نفسي نعيش مع شي حد يشاركني حياتي ونجيب ولد زوين هكا. من بعد لقيت راسي سرحت وصورة الحمار قدامي وأنا ماسكة الجسم ديالو من التحت وكنحاول نجبد فيه وهو كينزل حوايج غريبين. حسيت براسي حمقى. المهم بعد شوية قمت ورجعت للزريبة وشفت في الحمار تاني. مشيت نهضر معاه وقلت ليه: أشنو يا عم؟ كي داير؟ أشنو خبارك؟ هو شاف فيا مستغرب، يعني علاش كابسة حدك كل شوية هكا؟ فكنت كنطبطب عليه ونجبد الجسم ديالو ودنيه ونلعب معاه. لاحظت بلي الدات ديالو من التحت طويلة، وقالت لنفسي: علاش ما نديرش هكاك مع وردة؟ أنا مازال ما مزوجاش وكبرت في العمر، أرى ما نستمتع وندير هكا حتى يجي الوقت ديال الحنان ونتزوج. بصراحة جلست قدام الحمار وهو كان فرحان حيت كنت كنعطيه الماكلة كل نهار وكنتهلا فيه. خديت البلان الطويل ديالو وبديت كنستعملو، حتى لاحظت بلي نزل حليب كتير وكان فرحان. وبصراحة كنت مستمتعة بزاف بهذا الموضوع وفرحانة به. فقلت لنفسي: علاش ما نجيش كل نهار وندير هكا معاه؟ هو حيوان ما غاديش يفتن وما غاديش يعفن، وحنا بجوج أصدقاء حيت كل نهار كنعطيه الماكلة وكنتهلا فيه، والباب مسدود باش حد ما ياخد باله منا. أنا ممكن نعيش معاه كل نهار لغاية ما يجي نصيبي ونتزوج. بصراحة هو كان ظريف معايا بزاف وتألفنا مع بعضياتنا بزاف. بعد شهر تقريبا بديت نقلب عليه
وللاسف ما كانش كاين حتى شي تطور، وما كانش كيعرفني وما عرفت منه والو. كنت نتمنى ما يكونش كاع كاين. فاش جا ما قال والو على حياته. لقيت بابا وماما فرحانين وباغيين يكملوا زواجي بسرعه، حيت سني كبر وهو كان فرحان بهذا الموضوع وباغي يتزوج بسرعه. ولكن العريس كانت عنده مشكله صحيه وكان كيحاول يتعالج. تزوجنا بسرعه، وكل نهار كنت نكتشف باللي ما قادش يدير حتى شي حاجه. قال لي باللي تعبان وباغي يتعالج، وطلب مني نصبروا على بعضياتنا. هو ما قالش لبابا باللي تعبان، وقال لي باللي كان قاصد يفرح يومين معايا وبس، ومن بعد باغي نعيش معاه براحتي. يعني قال لي وانت يا بنت الناس، الا بغيتي حقك راه ممكن تقعدي معايا، ولا بغيتي شي حد يدير معاك بدالي ويجيب جوج دراري زوينين ونعيشوا مع بعضياتنا وحنا مزوجين، وما تكونش عندك علاقه باهلك ولا شي حاجه. بصراحه انا ما موافقاش على هذا البلان، وباغي نحكي لاهلي على كل شيء ونهضر معاهم في الموضوع، حيت سرباو عليا بزاف وجوزوني بسرعه وما كنتش نعرف عليهم والو. انا دابا عيانه ومقلقه بزاف، فاشنو بالكم؟ قولوا لي رايكم دغيا، ويا ريت ديروا اشتراك للقناه وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك. ان شاء الله المره الجايه غتكون القصه واعره بزاف.